حاول انه كذلك يكون معادله صعبه على مستوى اللقب. تبعد فرصه لفائده فريق اولمبيك ازافي. الحكم على ضربه جزاء. الحكم يعلن على ضربه جزاء. هذه الفرصه نتابعوا طوني اوبايارو دخل داخل المعترك. لاحظوا يوسف رابح كنقول بانه بالفعل كان هناك خطا. يعني طريقه بهذا الشكل داخل المعترك اعتقد غير مقبوله، وبالتالي اعتقد الحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده الجميع. الحكم كيطمن اللاعبين وبالتالي كتنفذ ضربه جزاء. 1-0 لفائده اولمبيك ازافي والموقع المنادي النمري. اذا المنادي النمري كيعطي التقدم لفائده فريق اولمبيك ازافي. هدف اللي كيجي من ضربه ثابته ومن نقطه الجزاء اللي اعلن عليها الحكم بعد اكيد اسقاط اللاعب النيجيري طوني اومايارو. لاحظوا المهدي النمري كيلعب الكره بكل قوه، وبالتالي كيمنح التقدم الان لفريق اولمبيك ازافي. اعتقد بانه غنتابعوا مباراه اخرى الان قبل نهايه الجوله الاولى. على بعد تقريبا 12 دقيقه من الوقت الاصلي للشوط الاول. الان غتنفذ الركنيه ونجم كيلعب الكره طويله. تدخل الفرصه وهدف التعادل. قلت بانه الوداد سيبحث عن هدف التعادل، وفرحه كبيره لجماهير الوداد بهدف التعادل. هدف لم يتاخر عن هدف المهدي النمري. تقريبا 6 ديال الدقائق بين الهدف الاول وهدف ديال التعادل. لاحظوا خروج خاطئ للحارس مختار مجيد، وويليام جبور هو الهداف، هو القناص، هو عارف بخبايا الشباك. لاحظوا المكان ديال ويليام جبور كانه يعرف بان الكره ستصل بهذا الشكل، وبالتالي بكل هدوء يضع الكره في الشباك 1-1 بين الفريقين. قلت بانه الوداد يبحث عن هدف التعادل قبل اللاعبين يوسف رابح وعبد العظيم خضروف. نتابعوا الزاويه هذه المره من الجهه اليمنى لمرمى الحارس مختار مجيد. اشرف بن شرقي الدخول ديالو اكيد غيعطي الدفع للهجوم. بن شرقي صلاح الدين السعيدي يشعل على المدرجات بالهدف الثاني لفائده فريق الوداد. هدف ثاني للوداد في مرمى الحارس مختار مجيد. اشرف بن شرقي، وتغيير كان ناجح لحسين عموته قد يقرب الوداد من اللقب. هدف ثاني في توقيت مناسب بدايه الشوط الثاني. لاحظوا اشرف بن شرقي الدخول ديالو، رفع الراس ديالو، ما زاد ما نقص، وضع الكره في راس صلاح الدين السعيدي الذي يضع الكره في الشباك. الهدف الثاني للوداد، الهدف الخامس لصلاح الدين السعيدي بثوب الهداف. لاحظوا بن شرقي تمريره جميله من هذا الزاويه، وصلاح الدين